عندما أقدم الإغاثة للمنكوبين في وقت الأزمات أنا أتخطى السياسة. هكذا بقى يفكر الرئيس في هذه الأمور. هو لا يرى إلا الجانب الإنساني فقط، وبالتالي تروح المساعدات لتركيا. القرار بيتاخد كده. رئيس بجد، قائد بجد، زعيم بجد، إنسان بجد. والحاجات دي ما بتتشراش ومحدش هيتعلمها. أنا أتخطى الخصومة، أنا أتخطى الخلاف والاختلاف. احنا هنا بقى مش بنفكر في فكرة الاحتياج خالص. مش قصة بقى كده الأتراك محتاجينها، لا 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 خالص. هو يحتاج لفجر هذا الضمير. فجر الضمير هو أم الدنيا مصر. مش عافية، والله ما عافية. احنا فعلا كده. هنعمل ايه طيب؟ ربنا سبحانه وتعالى اختارنا نعترض. اطلب من حضرتك طلب اخير بعد اذنك. اللي هو ايه بقى؟ اقفل الراوتر وافتحه تاني. تصدق ان انت راجل ابن ستيك؟ ليه يا فندم ليه؟ هي امي دخلها ايه في الموضوع؟ دخلها انها جابت واحد زيك، واحد راجل. يا فندم حضرتك بتقصف محصنات. يا فندم انا راجل قوي وراجل محترم كمان. محترم؟ هو انتوا فيكوا حد محترم يا شركه؟ التوابع اللي حصلت النهارده في تركيا ايضا كانت خطيره، انه حصل بيوت وقعت وناس ماتت بعد مع صباح هذا اليوم لحد الظهر كمان. مش عايز اقول الغش في المباني او غيره، لكن عدم انشاء تلك المباني على كود الاحمال الزلزاليه. يعني المدن الحديثه تواجه زلازل؟ تواجه الزلازل. واحنا شرفنا تحديدا في الابراج العاصمه الاداريه وايضا ابراج العالمين يواجه تلك الزلازل ايا كانت قوتها. يواجه لحد قوه قد ايه ريختر؟ انت بتتكلم جد؟ مات. لا حول ولا قوه الا بالله. والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد.